عندنا فن اسمه فن الأجوبة المسكتة. الأجوبة المسكتة، وهذا يحتاج إلى الطرفة ويحتاج إلى سرعة البديهة. أضرب لك أمثلة سريعة لأن هذا الباب وسيع. يقولون أنه أحد مشايخ العرب الكبار دخل عليه وفد وكان معهم ولد نحيف جدا، فأحب أن يمازحه، فقال له: هل شعرت بالتخمة قط؟ يعني أنت عمرك شبعت وشعرت أنك متخم؟ قال: أما من صحنك وصحن أبيك فلا. يقولون إن هذا الشيخ وسيد من سادات العرب قالوا أصابته الحمى ومرض وعادوه الناس ويقول: مالي ومال ذلك الغلام، لأن الكلمة من قلب الحر تأكل. هناك رجل اسمه شريك بن الأعور. شريك بن الأعور هذا حل العران اليوم. أيوة. شريك بن الأعور له قصة طريفة جدا مع معاوية بن أبي سفيان أول ما دخل عليه رضي الله عنه. ومعاوية بن أبي سفيان داهية العرب كان يستفز الرجال إذا دخلوا عليه حتى يعرف، يعني يختبرهم، يعني يروزهم. فلما دخل عليه قال له: يا شريك، أنت شريك وليس لله شريك. لاحظ أنه اللعبة لغوية. إيه؟ أنت شريك وليس لله شريك، وأنت ابن الأعور والصحيح خير من الأعور، وأنت قصير والطويل خير من القصير، وأنت دميم قبيح الوجه والجميل خير من القبيح. قال: أولي الأمن يا أمير المؤمنين؟ قال: لك الأمن. وبدأ يعزف أيضا على اللغة. قال: وأنت معاوية، وما معاوية إلا كلبة عوت فاستعوت الكلاب. وأنت ابن أمية، وما أمية إلا أمة فصغرت. هو التصغير اللي عند النحاة. قال: وما أمية إلا أمة فصغرت. وأنت ابن حرب، والسلم خير من الحرب. وأنت ابن صخر، والسهل خير من الصخر. ثم قال، طبعا ضحك معاوية وكان حلمه أعجب من جرأة الأعرابي عليه رضي الله عنه. ثم بدأ الأعرابي يقول: أيهجوني معاوية بن حرب وسيفي صارم ومعي لساني، وحولي من بني عمي ليوث ضرغمة تهش إلى الطعان، يعاير بالدمامة من سفاه وربات الخدور من الغواني. يعني وهذا الباب واسع يعني.